الأستاذ نبيل الفقيه الصحفي في التوجيه المعنوي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فؤاد، أمسيك وأمسي المشاهدين الكرام جميعا. وإياك، يعطيك الصحة والعافية. نتحدث اليوم وتحدثنا بالأمس أن جبهاتنا مشتعلة ومستمرة، ونحن قادمون يا صنعاء لتحرير صنعاء وكل محافظات البلد من ميليشيات الإرهاب الحوثية. حدثنا ماذا يحدث في واقعنا، وما هي نشاطات الجبهات ودورها في قادم الأيام بإذن الله تعالى. أخ فؤاد، من أول يوم تأسس الجيش الوطني من هناك من أرض مأرب، وهدفه هو استعادة الشرعية واستعادة الوطن من أيدي الميليشيات. هذا هو الهدف الرئيسي للجيش اليمني منذ أول يوم بعد أن كانت مقاومة، وبدأت تأسيس هيئة الأركان، وبدأ تأسيس الجيش اليمني، وعلى مدار 3 سنوات يخوض حرب في جهة، وفي جهة تدريب وتكتيك وعالي جدا. وعندما ذهبنا إلى المعسكرات ودخلنا إلى بطون المعسكرات وهناك في الجبال كان هناك إعداد، هناك تدريب، هناك جيش أسس. وهذه من حسنات الشرعية والتحالف الأقوى. هذه أبرزنا معنا جيش، وعندنا هيئة أركان ووزارة الدفاع. ما يحدث في الجبهات الآن، مثلا الجبهات الأكثر اشتعالا هي جبهة النهم التي شارفت على الانتهاء وقريبا من نقيل بن غيلان الذي يشرف بعشرات الكيلوات أو حوالي 20 كيلو إلى مطار صنعاء. من نقيل بن غيلان يكون مشرف على مطار صنعاء. بالأمس كان تصريح قائد المنطقة السابعة ناصر الذيباني، قال خطوتنا القادمة وهدفنا القادم هو صنعاء. لا كان فيما قبل التكتيكات العسكرية وغيرها استيلاء على جبل أو غيره، لأن جبال نهم كثيرة واحتاجت إلى أوقات كثيرة، وبذل الرجال كلهم الغالي والنفيس استطاعوا أن يتسلقوا الجبال. الذي أتى وفد من التحالف عندما رأى هذه الجبال قال هذه خارج التكتيك العسكري. لمن يشكك في الجيش الوطني أنه تأخر أو شيء، لكنهم صامدون يتدربون، استولوا على مناطق، استطاعوا تحرير، استطاعوا أن تكون الجيش، وهذا المهم. الجبهات الأخرى سواء في تعز أو في الأماكن الأخرى كلها على هب الاستعداد. في الأوان الأخيرة ظهرت أن القرار هو سياسي، الجيش مستعد لكل شيء. هذا ما اتضح في ذلك، اتضح من خلال لقاء نائب الرئيس في الجبهات وغيرها. ما تحدث أخ فؤاد الآن في قبل دقائق في كلمة الأخ الرئيس كلها تؤيد أن الجيش الوطني هو الحل الأمثل وهو الأمان لليمنيين جميعا. مجريات الأحداث اليوم على الأرض بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تقول على اليمنيين أن هذا العدو ظهر جليا لنا جميعا، وهو ميليشيات طائفية. اتضحت الصورة تماما لمن لا زال في نفسه شك. أن نتوحد نستطيع أن ننتصر على هؤلاء. الجيش جاهز بكل عتاده ورجاله ومعنوياته، ولديه قوة قتالية وقوة معنويات، قوة جبارة في معنوياتهم. أولئك الرجال الذين صعدوا الجبال ولم يستطيع أحد أن يحلم أن يطلع إلى هذه الجبال. صعدها الحوثيين سلميا واستولوا عليها، وصعدها هذا الجيش الوطني برجاله تحت عزيز الرصاص، واستطاعوا الاستيلاء على كل الجبال التي في فرضة نام وفي غيران. في جبهة صرواح الآن كما يشير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ستفتح جبهة خولان، وخولان معروف عليها أنها لن تنضم لا هنا ولا هنا، وستكون على الحياد أو تكون مع الجمهورية. هذا ما اتضح من خلال كلامي قبل دقائق سواء على قناة العربية أو غيرها من القنوات. نعم. أخي يعطيك الصحة والعافية الأخ نبيل الفقيه، شكرا جزيلا لك.